النهارده هقدم لكم اكله جميله قوي، هي كوري. دي ايه يا شوشو؟ دي بطاطس، والله بطاطس يا جماعه، بس بطاطس بالطريقه الكوري. هتعجبكم قوي قوي. انا كنت مستغرباها شويتين تلاتة اربعة وقلت اجربها. هنا بقى بصوا، وانا بحاول امسكها بالعصيان وفشلت، يعني نجحت نص نص. تعالوا بقى اوريكم عملتها ازاي، سهله قوي يا جماعه. بصوا، هنعملها بقطعتين بطاطس، وحديتين بطاطس هنقطعهم مكعبات وهنغسلهم كويس جدا. وهنجيب معانا صينية بايركس، اي حاجة بتخش الميكرويف هنحطها فيها. وتعالوا بالتدريج كده هوريكم هنعمل ايه. لو شفتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت وتكتبي لي بتشوفيني منين. ولو مش مشتركة في القناة اشتركي عشان يوصلك كل جديد. هنا هحط بقى معايا في صينيه معايا بتخش الميكرويف وهغسلها. وتعالوا بقى اوريكم هنسلق البطاطس ازاي بكل سهوله. هنجيب الاسترتش اللي احنا بنغطي بيه الحاجه، هنغطي بيه كده الصينيه وهقفله كويس من كل جنب. وهجيب خله وهغرز كده ايه، حوالي 10 فتحات. مفيش خله بسكينه، بسن سكينه صغير، بس مش اكتر من كده. هندخلها الميكرويف ونعملها على 5 أو 6 دقايق، بس مش اكتر من كده. هنا هناخد 200 جرام نشا، النشا العادي بتاعنا. لازم بس يا جماعة، يعني لازم وزن في الموضوع ده. انا وزنتها علشان ابقى متأكدة من المعيار بتاعي. 200 جرام اهو. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. البطاطس كده استوت معايا، قعدت معايا 6 دقايق بالظبط. بصوا، ولا مية ولا سلق ولا بوتاجاز ولا اي حاجة، استوت معايا في الميكرويف. انا بقى ايه، دي مش هراسه حضراتكم. دي الشاكوش اللي انا بدق بيه البفتيك، بس بينجزني قوي في فرم البطاطس اللي انا بسلقها. يعني لازم الدماغ تشتغل كده يا جماعه. اهو بصوا، خبطتين تلاتة بقت ايه معايا، بيوريه ناعمه خالص. انا عاوزاها ناعمه خالص معايا. يعني احنا لما نشكل البطاطس دي هتبقى ناعمه في ايدينا زي الغريبه. شفتوا الغريبه اللي بنعملها في حاجات العيد؟ زيها كده. هنا بقى هنزل بالبطاطس بتاعتي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بعد ما نعمتها تمام. بس كده بقى. ودي هنجيب النشا اللي احنا وزناه وهننزل بيه بقى 200 جرام نشا. هنزل بيه ومعانا 200 جرام ميه، 200 ملي سوري ميه، يعني كوبايه ميه. الكوبايه الميه دي اللي احنا هنعجن بيها، بس هننزلها بالتدريج ونبدا بقى نعجن البطاطس بالنشا لحد ما تبقى معايا. هتلاقوها معايا الاول عجينه بتلزق كده، وبعد كده هتلاقيها بقت ناعمه في ايديكي وما بتلزقش بالظبط، حرفيا زي الغريبه. هنا خلصت معايا كوبايه الميه، والميه دي من الحنفيه عادي خالص، لا ميه سخنه ولا ساقعه، ميه عاديه خالص. هفضل بقى اعجن فيها لحد العجينه دي ما تلم معايا تماما وتبقى ما بتلزقش في الايد. وعاوزين اي ازازه كاتشب، ازازه هوت صوص، اي ازازه حاجه فاضيه كده نغسلها علشان هنعمل بيها الشكل اللي هما بيعملوا بيها. هنعمل بقى ايه، دايره هندورها زي الغريبه بالظبط. وهنعمل الازازه بالشكل ده، بتبقى شبه المشروم كده. مفيش اسهل من اللي انتوا شايفينه بيتعمل ده. الازازه اللي انا شغاله بيها دي كانت ازازه هوت صوص خلصانه عندي، غسلتها وقلت هحتاجها واحتجتها فعلا. بصوا، هنفضل بقى نشكلها كلها بحجم، يعني قدر المستطاع تخلي الحجم كله شبه بعضه او قد بعضه، نفس المقاس. احنا ايدينا بسم الله ما شاء الله كلنا ستات بيوت شاطرين، وايدينا تعتبر يعني ايه، كميزان. اهو بصوا، هفضل بقى اشكل فيها بالكميه اللي انتوا شايفينها دي. خلصتها ولا حطيتها في تلاجة ولا اي حاجه، زي ما هي. غليت ميه زي شفتوا ما بنسلق المكرونه كده، نفس الوضع. الميه هتغلي معايا، هنزل بالكميه بتاعتي كلها اللي انا عملتها. وما تقولوش هتفك، ما تقولوش هتتقطع، ما فيش الكلام ده خالص. وفي نفس الوقت بكون محضره طبق فيه ميه بتلج. هتغلي معايا 3 غلوات كده، يعني سيبيها عدي مثلا من 1 ل10 بس بقى. وهي بتغلي عدي من 1 ل10 على صابع ايديكي. وبعد كده طلعيها على طول في الميه اللي فيها تلج علشان تبقى متماسكه. ونبدا بقى في الخليط اللي هيطعمها. المفروض بصل اخضر ما عنديش، حطيت كرات مستورد وفصين توم مدقوقين وشويه ملح. هنا حطيت معايا نص معلقه سكر، فلفل اسمر، بابريكا. ايه تاني يا شيماء؟ بس كده. وربع فنجان صويا صوص.
مش اكتر من كده، وسنة ملح لو حبة، انا ما حطيتش ملح. وهنقلب بقى الكلام الجميل ده، وخلصت معانا كده البطاطس. بس عاوزة اقول لكم طعمها مميز، غريبة علينا شوية بس هيعجبكم. في الاخر خالص بقى عند التقديم بنقدح حوالي ربع فنجان زيت ونطشه بقى عليها كده ونبدأ ناكل. هنا بصوا وانا بحارب بالعصاية الخشب عشان اكلها. هي مش من اكلاتنا بس هتعجبكم قوي لو جربتوها، وسهلة وبسيطة، واتمنى اكون بفيدكم، شرفتوني.